الحاجة أم طارق ست غلبانة وست طيبة. محدش كان متوقع إن ممكن حسن إنها يعمل فيها كده. على فكرة أنا عايز أقول لك برضه على حاجة مهمة. حسن كان أكتر واحد بر بأمه، وأكتر واحد كان بيزورها، وأكتر واحد كان بيودها. يعني الحاجة اللي بيقولوا عليها موت وخراب ديار هو ده. أم توفت، وأخ ربنا يلطف بيه يعني. لحد ما برضو من 10 سنين اللي فاتوا هو كان بني آدم مفيش عنده أي مشاكل، بحكم شغله إن هو بيشتغل في البترول. تعرض لحادث وهو في الأردن في شغله، وصله إلى اضطرابات نفسية، وبدأ يعاني من حاجة اسمها انشقاق وجداني. تشخيص المرض بتاعه انشقاق وجداني حسب التقارير بتاعة المصحة اللي كان بيتعالج فيها. حصل ان الساعة 6:30 امبارح هنا الباب بيخبط عليا وبيقول لي والدتي توفت. طبيعي ان انا كنت نشوف ايه اللي حصل. احنا في منطقة شعبية زي ما حضرتك عارف، بنتعامل عادي يعني، فعايزين نشوف نقدر نعمل ايه. طب اجيب دكتور، طيب نتصل بالاسعاف. بدأ يبدأ اعتراضاته لحد ما انا وصلني ان في حاجة مش مظبوطة هو بيدبرها. وفعلا اتصلت بالمباحث والمباحث جت وواجهته وشافوا الجثة. كانت صدمة لينا كلنا يعني. ان ابني يعمل كده في امه، الحاجات البشعة اللي حصل. فكنا عايزين نعرف هو عمل ايه وموتها بايه يعني. فبعد كده واحنا نازلين خدوا الخشب، فبقول له ايه دوت لامين الشرطه. قال لي دي اداه الجريمه اللي موت بيها، بمولى للسرير، حوالي 6 مولى. ربنا يرحمها ان شاء الله ويغفر لها ويسامحها ان شاء الله.